الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره موتوه وهو لسه على قيد الحياه، يعني الراجل على الورق متوفي. اتفاجئوا صدمه. ايه اللي حصل؟ احكي لكم عليه. الحبايب مساء الخير. الاستاذ احمد ابو زهره ابن الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره يعني قلب الدنيا ببوست كده، انا هحكيه لكم واقول لكم ايه تبعاته، ليه اتعمل الموضوع ده معاهم. قال ان فجاه المعاش بتاع الوالد اللي هو بتاع الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره اتوقف. فرحنا بعتنا حد المعاشات، يا جماعه انتوا وقفتوا المعاش في ايه؟ يعني في مشكله؟ فقالوا الاستاذ عبد الرحمن ما هو متوفي طبعا يعني لازم يقف المعاش. فقالوا ازاي الراجل حي يرزق؟ حي يرزق ايه؟ الراجل متوفي على الورق متوفي، انت هتعرف اكتر من الورق. طيب مين اللي قال لكم متوفي؟ قال لك الاحوال المدنيه بعتت لنا احنا كمعاشات، كاداره معاشات او هيئه معاشات، قالت وقف المعاش بتاع الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره لانه هو متوفي. فاحنا وقفناه. يا جماعه الراجل عايش. هو اي نعم السنين اللي فاتت ديت الثلاث اربع سنين كان بيطلع اشاعات كتير عن الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره ان هو توفى، واحنا كنا بنطلع وننفي كاسره، ولكن من كتر ما هي يعني اتكررت فما بقيناش اصلا يعني ننفي ولا خلاص. اللي يقول يقول واللي يحصل يحصل. ولما الراجل يتوفى يعني ربنا يديله الصحه طبعا وطولة العمر، اكيد الموضوع مش هيستخبى. قال لك لا هو على الورق متوفى. طب نحل المشكله دي ازاي؟ قال يا اما هو تجيبوه يجي بنفسه المعاشات ويقول لهم يا جماعه انا اهو ما توفيتش، يا اما نبعت مندوب من عندنا يبص عليه ويقعد معاه ويتاكد ان ده الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره وهو يعني ايه حي يرزق، وبعدين يجي المندوب ده يكتب لنا تقرير وتمام ونرجع له. ابن الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره قال ان حالته الصحيه لا تسمح ان هو يروح. طيب خلاص نبعت له حد. قال لا احنا مش هنقتحم مش هخلي حد يقتحم خصوصيه ابويا وهو على فراش المرض وحد يدخل غريب عليه ويشوفه. هي معضله، وعايز اقول لكم من وجهه نظره هي صح. ابويا عايش، ايه اللي يخلوكم تموتوه؟ يعني انتوا بتسمعوا اشاعات الفيسبوك مثلا، يعني طب انتوا معاكم شهاده مثلا تقول ان ابويا متوفي؟ لا. في شهاده مثلا يعني اللي هي شهاده الوفاه دي عنده؟ لا. يعني امال ايه؟ انتوا موتوه ليه؟ قال لك هو ده اجراء بيحصل. انا لما فتشت في الموضوع لقيت ان الموضوع ده لا يخص الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره بس، ومش هيئه المعاشات ولا الاحوال المدنيه. لقيت بوست مكتوب على الفيسبوك ان الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره مات فوقفوا المعاش بتاعه. لا، ولكن هم بيعملوا كده لما اي واحد يعدي سن ال 80 او 85 سنه ومعاشه شغال بيوقفوا المعاش عشان هو يروح يثبت لهم ان هو ما زال على قيد الحياه حي يرزق، فبيوصلوا المعاش تاني وبيرجعوه تاني. فبناء عليه ده حصل مع ناس كتير جدا، وده اجراء طبيعي. انا ما اعرفش هذا الاجراء قانوني ولا لا، يعني ده في القانون ان احنا او ان الشخص لما يعدي ال 80 او سن ال 85 معاشه يقف عشان يروح يعمل اثبات ان هو حي يرزق او يقدم يعني نفسه، ما اعرفش، ولكن ده بيحصل مع ناس كتير. طبعا هم دلوقتي ده معندين وده معندين، ده يجي يقول لك ده اجراء احنا بنعمله مع كل الناس ولازم تثبت لنا وتجيب لنا الراجل او نبعت لنا حد، واسره الاستاذ عبد الرحمن بتقول لك لا يا عم انا لا هبعته ولا هخلي حد يجي يشوفه. فكل واحد راكب دماغه. انا نصيحتي للاستاذ احمد ابو زهره، لو انت يعني مضطرين للمعاش او محتاجين المعاش وده حقكم طبعا وحق الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، خلاص خلي حد مندوب يجي يبص 5 دقايق حتى من على الباب من بعيد وخلاص. يا الراجل اهوت قاعد نايم في سريره او صاحي قاعد بيفطر او الكلام ده كله، والراجل خلاص وخلص الموضوع. مش محتاج المعاش ده انت حر بقى فيها، ولكن انا بقول لك على الاجراء اللي هيخلص الموضوع بس كده. ربنا يدي الصحه للاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. انا قابلته اكتر من مره وكان لينا شغل مع بعض، استضفته في برنامج قبل كده واشتغلت معاه في مسلسل قبل كده، كان مسلسل اذاعه يعني، ورجل يعني جميل جدا جدا. ربنا يا رب يديله الصحه ويطمنا عليه. شكرا جزيلا.